من حقك ان ترفض كما من حقه هو لا لا ايضا لا، يرفض، ولا ما طرح اعطاك حل وسط. هو اعطاك حل لا لا، وسط، قال ما لك طرح نناقش موضوعا. مسالتك، قال لك ما نناقش مسألتك ثم نناقش مسألة ذي تسلسل الحوادث والقدم. قلت له هذا بكيفي، قلت له أنا حر، وبعد نعم. ذلك قلت له خلاص ما راح أناظر. نعم هكذا صحيح. كنت. يا صحيح. يا اخي الكريم، ابو شيماء، معلش الشيخ عصام بعزة، ابو تفضل. شيماء طلب انه الشيخ عصام، هل قال له هل انت عندك القدره انك تناقش الشيخ البغدادي؟ قام الشيخ عصام قال له ما في مشكله، اذا حابب هاي ما في عندنا مشكله. الشيخ عصام طرح الموضوع، بس الشيخ ابو شيماء ما طرح الموضوع تبع المناقشه. الشيخ عصام هو من بدأ، لكن الشيخ ابو شيماء هو اللي طلب المناظره بدون طرح موضوع. يا أخي بس يا أخي يا حتى لو أخي طرح محمد، موضوع يا أسري يا حبيبي، حتى لو طرح موضوع ابو شيماء، الشيخ عصام من حقه يرفض او يقول ايه، يعني ما في شيء مجبر حتى يا ابو الشيخ محمد الان احنا البغدادي من انتهينا حقه انه، الموضوع يا ده أخي ابو محمد محمد. بارك الله فيك.